ورفع عنا البلايا والنقم. الحمد لله الذي جمع هذه القلوب على محبته فتعاهدت على نصرة شريعته، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما والفرقة من بعده فرقة معصومة. وبعد أيها الأحبة الكرام، جاء دور فضيلة الشيخ والذي اشتقنا إليه كثيرا إلى كلماته التي تنزل علينا بردا وسلاما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وأن ينفعنا وإياه بهذه الكلمات، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. فمع شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا. لا قاعد عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ليست دعوتنا لكلية الجمعة القادمة لمجرد الاعتراض على الإفراج عن بعض رموز النظام السابق، ولكنها دعوة لإكمال الثورة وللوقوف بوجه الثورة المضادة يا سيدي. كلنا يلاحظ أن هناك رموزا كثيرة ومؤسسات كثيرة ما زالت تعمل ضد الثورة وضد الدولة وتحاول نصرة الثورة المضادة على ثوراتنا المصرية. هذا هو سبب دعوتنا لمليونية الجمعة القادمة. نعم، كلنا يرى ويسمع ما يفعله الإعلام الخاص ومحاولة هدم النظام وهدم الدولة وتسويره لعودة النظام السابق. كلنا يرى كيف أن تسلم القوانين القديمة وهل ترك الإعلام وهل ترك الثورة المضادة يا سيدي لما نسأل الفرصة لكي يعمل، حتى لو اعترضنا على بعض القرارات الجمهورية يكون الاعتراض بتهديد الشارع وإلقاء البلوتوث وحرق الأماكن العامة والخاصة والممتلكات العامة والخاصة. الإعلام يا سيدي أنا لا أريد أن تحمل المسألة على أن شخصي لك كإعلامي، ولكن الشعب المصري يا سيدي يرى محاولات الإعلام المستمرة لإشعال النيران ولضبط مزيد من الزيت على النيران المشتعلة. هذا أمر لا ينكر. كثير من وسائل الإعلام الخاصة الآن تعمل ضد مصلحة النظام بل ضد مصلحة الدولة. نعم يا سيدي، هذا ما يحدث، لكن هم لا يتركون الاعلام الاسلامي في حاله، يعني هم يواجهون الاعلام الاسلامي ليل نهار ويسهرون منه ليل نهار. انت سمعت حضرتك عن حكم قضائي باغلاق قناه الحافظ لانها تنشر الرذيله وتحط على مساوئ الاسلام وتدمر الاسره، وفي نفس الوقت كان هناك حكم قضائي باستراحه في الاستمرار في البث وعدم إغلاق برنامج ذلك البث وبث يوسف. أما أن الدولة الإسلامية تشارك في الثورة الأساس فهذه أكذوبة كبرى. نحن أول من عارضنا
هذا النظام، والنظام الذي يسبقه وقت ان كانت القوى الاسلاميه نفسها قوى مدنيه منبطحه تحت اقدام هذه الانظمه. وفي ثوره 25 يناير الشباب الاسلامي كانوا متواجدين في الميدان، وهم الذين سخرهم الله تعالى لحمايه الميدان والمقاومه فيه وحمايه الثوره يوم ما غرق موقعة الجمل. كل التيارات اللي انت بتسميها مدنيه ولا بتسميها فوضويه تنكر على التيار الاسلامي دعوته لاستكمال الثوره وللتظاهر وللنزول في الجمعه القادمه والتي تليها، فانا اعجب من هذا الامر. لماذا لا ينكروا على انفسهم في دعواتهم المستمره للنزول، وكل دعواتهم للنزول فيها تخريب وفيها ملوث وفيها حرائق وفيها قتل وفيها فتن وفيها محاولات لهدم الدوله والنظام، لم ينكر عليهم احد كل هذا وينكرون على التيار الاسلامي حينما يقول نريد ان نستكمل الثوره. يمكنوا او لا يمكنوا يا سيدي هذه القوى التي تسميها انت قوى مدنيه؟ نعم. وهو حد شايف شاب قديم يشتغل، هو حد شايف دكتور محمد مرسي يشتغل لما هو كل يوم فتنة، كل يوم مصيبة، كل يوم في مصر كارثة، وتقول لي لماذا لم يحقق شاب قديم ولماذا لم يحقق الدكتور محمد مرسي؟ وبعدين مين قال ان تحقيق اهداف الثورة يكون عن طريق الرئيس ورئيس الوزراء؟ لا، تحقيق اهداف الثورة يكون باساليب ثورية ولا يكون بالعمل الحكومي. قولوا الواقعية يا سيدي، كما نزل الشباب الى الميادين واكبر حسن مبارك على التنحي، يجب ان ينزل الشباب الى الميادين ويجبر الاعلام على ان يغير طريقته ويجبر القضاء على ان يفهم ان هناك ثورة. نعم. نعم يا سيدي، معاني كثيرا من الإعلام ومعاني كثيرا من ترسانة القوانين القديمة ومنظومة العدل في مصر مختلة. شكرا. السلام عليكم. معلش يا ريس بعدها النيل لايف، مش عارف ولا يسموها النيل الثقافية ولا ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. ثم أما بعد، فإنه فضل من الله علينا عظيم أن نلتقي بإخواننا وأحبابنا، وأن يكون لنا الحرية والحق في أن نلقاكم متى شئنا ومتى شئتم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وسبحان رب الأرباب الذي يعطي الملك من يشاء ويمنعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، سبحانه لا راد لأمره ولا شريك له سبحانه وتعالى في حكمه. كنا من قبل ممنوعين أن نلقاكم وأن نسعد بالجلوس إليكم، الآن الطاغية الذي منعنا هو الممنوع، وهو الذي يجلس في سجنه متوجسا. بيقول هو هيقولوا لي المستشفى ويرجعوا لي سجن الطرف، قالوا الحراسة هل عربية التنقيلات جت؟ طب هي بتيجي الصبح ولا بتيجي اخر النهار؟ الجماعة العواجيز اللي زي حالات اللي كانوا في السجون عارفين الموضوع ده، يقول لك هي التفتيش يجي الصبح الساعة 7 كده يبان تفتيش ولا مفيش تفتيش. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من السجون وأدخل هذا الرجل ليعاني ما عاناه
إخواننا بسببه هو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد يا إخواني فقد اختار إخوانه أن يكون عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء قوة في الحق ورحمة بالخلق. وقبل أن نتكلم في هذين الموضوعين الهامين أو المهمين واللذين نحتاجهما بشدة في هذه الأيام، فأحب أن ألقي نظرة عامة على المشهد السياسي الآن. كلكم ترون المشهد وكلكم تدركون أبعاده، ولكني فقط أريد أن أشير إلى موطن الخلل الأكبر الذي نعاني منه الآن. ما هو سبب كل ما يحدث الآن؟ السبب في ذلك يا إخواني إن إحنا التيار الإسلامي اتضحك علينا، طلعنا طيبين زيادة عن اللزوم، فتعجلنا وضع دستور في وقت لم تكن الثورة فيه بلغت مداها. ثم لما وضعنا الدستور وضعنا دستورا محترما لمؤسسات محترمة ضمناها قائمة على أرض الواقع، فإذا أخذنا من صلاحيات السلطة التنفيذية والرئاسة وأعطينا المؤسسات المختلفة في الدولة، هذه للقضاء وهذه لمجلس النواب وهذه لمجلس الشورى وهذه نأخذها من الرئاسة لنعطيها لرئيس مجلس الوزراء وهكذا. وخلصنا صلاحيات مؤسسة الرئاسة لصالح المؤسسات الأخرى. ثم لما نفضنا أيدينا من الدستور اكتشفنا أن المؤسسة الوحيدة التي تعبر عن الثورة هي مؤسسة الرئاسة. هو ده المرشح بتاع الثورة، وهو في نفس الوقت مرشح التيار الإسلامي. أما بقية المؤسسات، الإعلام، الامتنان الحرية بغير حدود، القضاء وغيرها من المؤسسات، لا زالت أيدي النظام القديم تعبث فيها، أو كل ما زال النظام القديم يتحكم فيها بدرجة كبيرة. ما زال ولاؤها وحنينها وحبها وهيامها في النظام القديم البائد الذي خلعنا رأسه وجئنا بدلا منه برئيس نحسبه من الصالحين. هذه هي العقدة المستحكمة الآن في بلادنا، أننا أخذنا من صلاحيات الرئيس ووزعنا على المؤسسات الأخرى بسخاء. فالآن يأتي مثلا يقول مجلس النواب من حقه تعديل الدستور. لو فين مجلس النواب؟ مفيش مجلس نواب. مجلس النواب حلته المحامية اللي اسمها زكية زكريا مع بقية أعضاء المحكمة الدستورية، حلوه في أمر بوية بليل. فدلوقتي ما عندكش قدرة على تعديل الدستور، مفيش مجلس النواب لمصلحة تعديل الدستور. طيب أعطينا صلاحيات واسعة من صلاحيات الرئيس لغيره من المؤسسات. نجد الآن نفاجأ أن القضاء ليل نهار يعني لا يكاد يكف عن الأحكام المتوالية لصالح النظام القديم. الرئيس نفسه قال ذلك في أتى وقال ما هو كله براءة، وأنا أتوقع أن كمان هيتم مكافآت. اللي قتل الثوار براءة، حسن مبارك قريبا من كلاب مبارك، كل أركان النظام السابق براءة. أحمد فتحي سرور في بيتهم، صفوت الشريف في بيتهم، ويقول لك صفوت الشريف لما يرشد يعرف ان هو بيدبر للمصيبه، لما يبقى ساكت يعرف ان هو بيدبر للمصيبه. زكريا عزمي في بيتهم، حسني مبارك مدلل في المستشفى العسكري ومعاه ابنه اللي عنده تخلف عقلي، حتى ما خدش معاه علاء اللي جه رمى شويه، لا خد الولد اللي عنده تخلف العقل. سوزان مبارك في قصرها. كل هؤلاء مطلق الصراح يخططون ويكيدون بفضل القضاء الشامل بتاعنا. واي حد يتكلموا لك احترم
احكام القضاء. مش دي القوانين بتاع العهد البائد، مش دي القوانين لحسن مبارك كان حاططها لكي يحمي بها نفسه ونظامه ويورث حكمه. فهذه هي المشكلة، ان احنا عملنا دستور كبلنا به مشهد السياسي في مصر، وكبلنا به مؤسسة الرئاسة، واعطينا صلاحيات لمؤسسات كثيرة على اعتبار اننا يعني نكتب دستورا لمؤسسات مستقرة صالحة تم تطهيرها بالفعل. فإذا بنا نفاجأ ان البنون قالوا لنا مشكرين ايها الدراويش، وخدوا الصلاحيات الجميلة دي وبيحاربونا بيها وبيحاربوا الثورة بيها وبيحاولوا اعادة النظام القديم بها. لذا يجب الان ان احنا نقول نقطة ومن اول السطر، مش هنلعب قانون، ومش هنلعب دلوقتي دستور، هنلعب ثورة مرة ثانية، سنعود للثورة مرة ثانية. لما نطهر هذه المؤسسات بالثورة يبقى ساعتها نقول ايه صح، يحق المؤسسة كذا ان تكون لها صلاحيات واسعة، ويحق المؤسسة كذا ان تأخذ قسطا من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويحق المؤسسة كذا ان تعطى تنزل في هذه المنزلة السامية التي يضعها فيها الدستور. اما ان نعطي صلاحيات واسعة للمؤسسات اللي زالت تعمل لصالح النظام القديم فهذا خطأ كبير وقعنا فيه بحسن نية او كنت سذاجة، وعلينا ان نتدارك هذا الامر. علينا اولا ان نعترف بهذا الخطأ الذي وقعنا فيه، ثم علينا ان نتدارك هذا الامر. لا يجب علينا ان احنا نتجاسس او ان احنا نستكبر عن الاعتراف بخطأنا، ما احناش معصومين، لا ضد اي وضوء. كان المفترض ان يؤجل الدستور وان تعطى صلاحيات واسعه للرئاسه حتى يتم التصوير، وبعد ان يتم التصوير يكتب الدستور. اجل السبيل ان هم ناس طيبين ومنضبطين قالوا احسن حاجه نحن نكتبه، والقوى الاخرى تعاكسنا كي لا نصنع دستورا فندفع نحن بكتابه الدستور. فيجب الان ان نفيد وأن ندرك هذا الخطأ الذي يمثل خطرا على مستقبل الثورة، بل على مستقبل التيار الإسلامي، بل على مستقبل الدولة. الحل ايه؟ الحل هو أن نعود الشوارع والميادين مرة ثانية. وأنا دعوت الدكتور مرسي أكثر من مرة، قلت له صالح الشعب بالحقيقة، قل لهم إن أنا أريد أن أمضي بهذا البلد إلى كلام وأحقق كل يعني أهداف الثورة، لكن أقواما يعيقونني ولكن المؤسسات تعيقني. فأيها الشعب الأمر إليك، تصرف أنت كما تريد أن تتصرف. الدكتور مرسي لما جاء في النائب العام هاج عليه الجماعة العلمانيين وقالوا ازاي واحترام القانون وده ما تمش بالطريقة القانونية برغم انه ده ما كانش فيه دستور، واصدر اعلانا دستوريا يعمل فيه النائب العام من حق اصدار اعلانات دستورية طبعا ان الدستور لم يكتب بعد. خرجوا جميعا الفنون الخلود والبرادعي وحمدين وغيرهم كله في صف واحد ليمنعوا الرئيس من تطبيق مؤسسات الدولة. كلهم يعمل الآن لصالح النظام القديم، كلهم قد تحالفوا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى التيار الإسلامي. حتى اللي كانوا معارضين للنظام القديم قالوا لا، احنا تناقضنا وعداؤنا للمشروع الإسلامي أشد من تناقضنا وعدائنا مع النظام الدكتاتوري السابق، وهو حرم نحن شديد وهو حرم بكل رموز النظام السابق وبخلاص النظام السابق وبالنائب العام الملاك بتاع النظام السابق، ونقف معهم ضد الإسلاميين وضد هذه الثورة. والتحفة الثورة إذا كانت الثورة ستأتي لنا ببعض نفوذ التيار الإسلامي في سلطة الحكم. هذا هو المشهد السياسي وهذا هو المخرج من هذا البحث. بدون هذا المخرج سنظل يعني في هذا الوضع
التردي والتنزيل من سيء الى اسوأ. الشرطة بمزاجها عايزة تشتغل تشتغل، مش عايزة تشتغل ما تشتغلش. وده صباح كثيرا ان الشرطة كلها على مستوى محافظات كثيرة عاملين اضراب واعتصام. من امتى الشرطة في مصر بتعمل اضرابات واعتصامات؟ ايه شرطة في العالم كله بتعمل اضرابات واعتصامات؟ هذا مخطط، هذا امر بيت بليل. بنرى الضباط وحبيب العبد رايح للمحاكمة ده متهم ومحكوم عليه ولابس البدله الزرقاء والكلكته الزرقاء، بنلقى الضباط بيدوا تعظيم سلام، يعني مش معترفين بان هذا الرجل لم يعد وزيرا للداخليه. لسه الداخليه شغاله على قديمه والقضاء شغال على قديمه. فيجب ان ندرك حجم التحدي اللي امامنا، والدكتور مرسي يجب ان ياخذ خطوه ثوريه. خطوه ثوريه ازاي؟ مش ان هو يدور على ماده كده في القانون ينفع تؤول على وجه ما ان ناخد اجراء ضد فلان وبعدين نطلع محكمه القضاء اللي تاني تقول له غلط الغي قرارك يقول خلاص احترم محكمه القانون وهلغي قراري. لا مش كده. انما الدكتور مرسي يقول للشعب اني كرئيس بالصلاحيات التي منحتموها لي في الدستور لا استطيع ان اكمل بناء مؤسسات الدوله ولا استطيع ان اصل بالثوره الى غاياتها. تصرف انت ايها الشعب. وبعدين يسموا بقى الشعب ينزل والصعايده ينزلوا، وزي ما نزلوا 25 يناير وشالوا حسني مبارك يقدروا ينزلوا ويشيلوا السن ويشيلوا عبد الحليم محمود ويشيلوا وائل الابراشي ويشيلوا كل دول ويضعوه في المكان اللي اخرين، او يجبروهم على الا يعاقبوا مسيره الثوره. يعني لسنا دعاة اقصاء ولا دعاة استقصال، ولكن تمشي كويس مع الثوره ومع البلد حتى لو انت معارض، لكن معارض بشرع مش تحاول هجم البلد وإثارة الفتن اهلا وسهلا بيه. لكن تريد ان تهدم الدولة وتجري العداوة والبغضاء بين كل طرف في المجتمع وتثير الفتن وتشجع الفوضى وتمدح الارهابيين بتوع البلاك بلوك اللي هم كشاف في الكنيسة. هم دول البلاك بلوك، هم كشاف في الكنيسة. الصبح لابسين كشافة وبالليل السواد اللي قلبهم بيطبع على وشهم فبيلبسوا البلاك بلوك بتاعهم التنون الاسود بتاعهم وبينزلوا. هم دول البلاك بلوك يرحب بهم في بعض الفضائيات ويقدمون كمناضلين وكثوار عقد كل حريق يقومون به وعقد كل مصيبة يأتونها. لا لا مش ممكن يكون ده اعلام شريف ونزيه. الولد اللي سمينه السوسة ده لا يفخر الا من الاسلام والاسلاميين والرئيس. والولد الثاني اللي اسمه يوسف، يعني بشارة فيه اسم نبي الله يوسف، هو ولد قبيح اللي دائما يطعن في الرئيس ودائما يستخدم عبارات جنسية بذيئة. لما قال الرئيس ان هناك اصابع تعبث بامن الوطن تعبث بالوطن فقال له كلاما قبيحا، قال كلاما قبيحا، حمل المسألة كلها على ايحاءات جنسية بذيئة. وكلهم عملوا كده على فكرة ان هم بيجتمعوا بالليل بعد ما خلصوا برامجهم بيجتمعوا في احد البارات ويتفقوا ويقولوا بكره يا اخوانا هنتكلم مثلا في موضوع الطوارئ. مش كده الان كلهم جايين زي بيتكلموا عن الايه؟ الطوارئ. الثاني ليله يروحوا يشربوا وهيقولوا بكره يا اخوانا هنتكلم عن صوره وفد مصر في القمه العربيه. في لقطه اهي معانا لو ثبتناها وطبعا صوره فيديو، لكن لو ثبتنا اللقطه في هذه اللحظه بيظهر ان كل او معظم اعضاء الوفد بينظروا في اوراق امامهم فيبدو وكانهم نائمون. يقول لك بس اللقطه دي نثبتها ونظهرها كلنا على الشاشات بكره ونعلق عليها ونقول الوفد نايم. منى الشاذلي يقول الوفد نايم، وائل الابراج يقول الوفد نايم، ام قويه اللي بتقول الوفد نايم اللي يسموه حمالة الحطب، كله يقول لك الوفد نايم الوفد نايم الوفد نايم ويجيب نفس اللقطه ونفس الصوره اللي متثبته. لانه لو حرك الصوره هيبان ان هم مش نايمين. لا ده هو زي واحد رمز بعينه وبعد بيفتح عينه تاني، جابوه لحظه ما رمز بعينه او واحد ما هو ينظر في الاوراق. فيجب ان تعود الثوره الى الشارع وان يصارح الرئيس الشعب بالحقيقه. لكن ان الرئيس يوهمنا ان معاه صلاحيات كامله
وان هو بيعمل ومؤسسات الدولة طوع امره ويجتمع مع مش عارف مين ويعطيهم اوسمة ويجتمع مش عارف مع مين ويمدح فيهم، واحنا صدقنا ان مؤسسات الدولة بتعمل وهي ما بتعملش او بتعمل ضد الرئيس وضد الثورة. واحد بيسألني بيقول لي احنا بنعيب على الدكتور مرسي انه لا يحكم بما انزل الله، فما رأيك؟ قلت له عايز رأيي قال لي، قلت له الحقيقة الدكتور مرسي لا يحكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله، الراجل ما بيحكمش خالص، الراجل موجود اي نعم في قصر الرئاسة لكن لا يستطيع ان يحكم. الدكتور مرسي معاه قسم النصف بس، كل اللي معاه من مقدرات الدولة واخد من النصف، لكن بعد ذلك السلطة بتشتغل بمزاجها، القضاء بيشتغل على قديمه، القوانين القديمة، كل مؤسسة في الدولة تعمل كما تريد. وزير البترول